السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. تنتمنى يا ربي ان يلقاكم في احسن صحة واحسن الاحوال، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اليوم ان شاء الله جيت نتقاسم معكم الطريقة اللي حضرت بها الشباكية. طريقة بسيطة، يعني تقدري تخدميها في دارك بوحديتك، كتجي معلكة وشاربة العسل، وتتجي لذيذة وتتعطي واحد الكمية اللي هي كتيرة. خليكم معايا للآخر إن شاء الله، غادي نشوفوا المقادير مع طريقة ديال التحضير. إذن بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو كيلوغرام من الدقيق الأبيض، غادي نحتاج كأس من الزنجلان اللي منقي، اللي مغسول ومنقي ومطحون جيدا. غادي نحتاج كأس من اللوز اللي حتى هو مسحته وطحنته جيدا، ما محمرينش الزنجلان واللوز. غادي نحتاج ملعقة كبيرة من القرفة مدقوقة ومغربلة. غادي نحتاج ملعقة كبيرة خليط بين النافع وحبة حلاوة اللي مدقوقين ومغربلين. غادي نحتاج القليل من الملح مع حبيبات المستة اللي طحنتهم مع بعضياتهم وضفتهم على الدقيق. تنخلط جيدا. هنا عندي كأس من الزبدة اللي ذوبتها جيدا حتى تحصلت على زبدة نوازيت، يعني تبخر ذاك الماء اللي فيها. وغادي نضيف كذلك كأس من الزيت النباتية. غادي نخلط هاد العناصر جيدا. غادي نحاول نرمل الدقيق مع الزيت والزبدة اللي ضفنا عليهم، تنرملهم جيدا. وهنا عندي كأس عنبة اللي فيه الماء دافي اللي وضعت فيه شعيرات ديال الزعفران الحر، ضفتهم على الخليط. هنا عندي نصف كأس من ماء الزهر. وبالنسبة للخل غادي نضيف ملعقة كبيرة من الخل. غادي نضيف ساشي ديال خمارة كيماوية. غادي نضيف أصفر بيضة واحدة. غادي نخلط كذلك هاد العناصر جيدا. وباش غادي نجمع الخليط غادي نضيف واحد كأس العنبة ديال الماء دافي شوية، اللي درت فيه شوية د الملون، ودرت فيه واحد طريقة، يعني واحد طريقة ديال الخميرة المعجونة، وخلطتهم وبديت كنجمع بهم العجين ديالي، ودلكتها شوية حتى تتنسجم العناصر كاملة وتدخل مع بعضياتها. هذا هو العجين اللي تحصلت عليه، كيكون قاصح، ما كيكونش خفيف. غادي نقسم العجين ديالي الى 4 قطع بهذا الشكل، وغادي نوضعهم في واحد الساشي ديال البلاستيك، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق، يعني بين ما جمعت مكان العمل. هنا غادي ناخذ اول كريه، غادي نطلقها فوق سطح العمل. طلقتها جيدا بالثلاج بهذا الشكل اللي كتشوفوا. تنحاول نعطيها الشكل مربع، وغادي نبدا نطويها بحال اللي تنطوي المسمن، يعني تنطويها على 4، وتنوضعها في الساشي ديال البلاستيك. وغادي ناخذ القطعه الثانيه بنفس الشكل، غادي نطلقها جيدا بالثلاج، وغادي نطويها على 4 على شكل المسمن العادي ديالنا. هنا من بعد ما كملت القطع ب4 بهم، غادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق بين ما ركبت الماكينه الاله اللي غادي نخدم بها. خديت اول قطعه تنطلقها بالثلاج، يعني غير شويه، وتنقسمها على 4 القطع بهذا الشكل. تناخذ القطعه الاولى تنطلقها شويه بالثلاج، يعني تنعاون بالثلاج، تنطلقها شويه، ما تنخليها شغليضه، وتندوزها في الآلة ديال التوريق. في الأول دوزتها في الرقم 5، ومن بعد
من بعد غادي ندوزها في الرقم 3. هذه هي العجين ديالي كيف كتشوفوا ولات رقيقه. غنكمل درت القطع ديالي ب4 في خطره غادي نخدمهم، يعني غنطلقهم بالدلات كيف ما طلقنا الاولانيه، تنساعدوا بالدلات تنطلقوها شويه، تنوضعها وحده فوق وحده راهم ما تيلتصقوش. بعد ما تنكملهم تندوزهم في آلة التوريق. في الاول تندوز في الرقم 5، تندوزهم كاملين في نفس الوقت باش تنربح شويه ديال الوقت. تنحط القطعه الاولى وعاوتاني تندوز القطعه الثانيه والثالثه، من بعد تنغير الرقم تندوزو للرقم 3 وعاوتاني تندوزهم كاملين في هذا الرقم اللي صغير من الاولاني، لتعطيني واحد الورقه اللي تتكون رقيقه. انا بالنسبه لي رقم 3 جاتني هي هذيك. هنايا استعملت هذه القطاعه اللي تشوفوا معايا، هي صراحه عمليه، تتعطي تقطيعه مقاده وتيجيو الحبات كاملين نفس القياس، يعني خصك غير يعني تبرتي عليها جيدا، وفي الاخير الا ما تقطعولكش الخيوط ممكن تعاوني بالجراره. هنايا القطع من بعد ما دوزت الجراره غادي نبدا بالتشبات ديال الشباتيه ديالنا كيف تشوفوا معايا. تناخذ الشريط الاول تنوضعه فوق الشريط الثالث، تنزل الرابع وتندير الخامس تحت منهم، تنقرص داك الودينات في الجنب، تنحطها على سطح العمل، تنقرص ليها الجناب ديالها بهذه الطريقه، تنحطها على جنب وتنمر تنسقم القطعه الثانيه. عندي 5 الاشرطه، تنهز الشريط الاول تنوضعه فوق الشريط الثالث وتنزل الشريط الرابع والشريط الخامس تنوضعه تحت من داك جوج الاشرطه اللي سقمنا في الاول، تنقرص ليهم داك الودينات اللي كيكونوا خارجين مع الجنب وتنقلبها تتعطيني الشكل ديال الشباتيه المعتاد. تنوضعها على جنب وتنكمل جميع الحبات ديالي، يعني تشبات ساهل وتوجد في واحد الوقت اللي هو قصير. هنايا من قربت لكم شويه الشكل كيف تشوفوا معايا. عندي 5 الاشرطه، تنهز الشريط الاول وتنوضعه فوق الشريط الثالث، تنهزهم بجوج وتنطيح الرابع وتنعمل الشريط الخامس تحت منهم، تنقرص هاد الودينات من التحت، تنقلب القطعه وهي تتبان ليا الوريضه، تنحطها على سطح العمل، تنقرص ليها الودينات ديالها وتتكون هذه هي الشباتيه. طريقه سهله وسريعه. بقيت بهذه الطريقه حتى كملت الكميه اللي عندي كامله. هذا الشيء اللي عطاني يعني كيلو ديال الدقيق عطاني هذه الكميه كلها ديال الشباتيه، يعني انا ما بيتاش مباشره منين ساليت جمعت الدنيا وبديت كنقلي فيها، وضعت الزيت في واحد المقلاة وخليتها حتى سخنات جيدا. منين سخنات تنقص ليها العافيه، نخليها عافيه مهيله الى متوسطه قليلا، تنوضع الحبات ديال الشباتيه وتنخليها حتى تطيب جيدا، يعني ما نجهدوش عليها العافيه باش تطيب حتى من الداخل مزيان وتتورق.
هنا كنقلبها مره حتى تاخذ واحد اللون اللي هو ذهبي جميل. تنصفيها جيدا بواحد المصفاة من الزيت وتنوضعها مباشرة في العسل. تنوضع القلية الثانية وتنخلي ذات القلية الأولى في العسل تتشرب جيدا. بين ما تتوجد لي القلية الثانية عاد تنحيد الشباتية ديالي من العسل. هنا تنقلب الشباتية تنبقى مقابلاها ما نخليهاش تحرق تاخذ واحد اللون ذهبي فقط. هنايا غادي نصفي الشباتية من العسل بواحد المصفاة وتنوضعها في واحد الكستاس باش تستقطر من الفائض ديال العسل. هي دي في الكستاس غادي نرش عليها القليل ديال الزنجلان اللي كيكون محمر باش تلصق على الحبات ديال الشباتية. بنفس الطريقه غادي نبقى حتى نكمل الكميه ديالي اللي عندي كامله. كل مره تنقلي قليه ديال الشباتيه تنوضعها في العسل تنخليها تتشرب بين ما تتقلى القليه اللي من موراها. تنزولها من العسل تنديرها في الكستاس وتنرش عليها الزنجلان اللي هو محمر. تيشتو معايا عطاني واحد اللون اللي هو زوين بزاف. الشباتيه جات معلكه وهشيشه وشاربه العسل جيدا وخصوصا انها طيبه مزيان يعني ما جهدوش عليها العافيه باش تاخذ حقها في الطياب تطيب حتى من الداخل جيدا. اذا هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها يعني كميه وافره تقريبا عطاتني واحد 3 كيلو وشويه. كيف تشوفوا معايا هي دي القطعه قسمتها معكم هشيشه ومعلكه وشاربه العسل جيدا ومقومه كذلك جيدا. الى هنا غادي نخليكم على خير وتنقول لكم بصحتكم وراحتكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.